أهلا بيكم. النهاردة معانا موضوع ممكن يبان كأنه جاي من فيلم خيال علمي، فعلا. بس هو بدايته خبر حقيقي تماما. في يوليو 2025 إيلون ماسك أعلن إن تسلا هتقدر تنتج، اسمعوا الرقم ده، 2 مليار روبوت بشري. 2 مليار ده رقم ضخم جدا، تقريبا ربع سكان الكوكب. بالظبط. وده طبعا فتح الباب لتصورات كتير جدا عن المستقبل، واحنا النهاردة هنبص على تصور منهم يمكن من أغربهم، نيو تشاينا أم الصين الأصلية. الخبر ده فعلا مش مجرد خبر تكنولوجي عادي، لا، ده ممكن يغير شكل العالم اللي نعرفه. المصدر ده بقى مش بيسأل السؤال التقليدي إيه هيحصل؟ لا، هو بيطرح سؤال تاني خالص، اللي هو طيب إحنا كبشر هنروح فين وسط كل الروبوتات دي؟ ومن هنا بياخدنا السيناريو كده مستقبلي شوية، شكله مثير للاهتمام. بيتكلم عن صراع بين قوتين كبار جدا، نيو تشاينا بقيادة ماسك نفسه والصين الأصلية. طب خلينا نبدأ بنيو تشاينا دي، إيه نظامها؟ العالم بيصحى في يوم يلاقي الجمهورية الغريبة دي ظهرت فجأة وسيطرت، والحاكم بتاعها مين؟ إيلون ماسك، ولقبه الرسمي The First Synthesizer. لقب قوي. والعاصمة؟ العاصمة اسمها نيورالينك سيتي، بيقولوا إنها مبنية على أنقاض بكين القديمة. بداية قوية جدا. والموضوع مش مجرد أسماء وخلاص، البنية التحتية للمجتمع نفسه مختلفة تماماً. مثلاً العملة الرسمية هناك هي دوج كوين بلس. دي اللي هي زي العملة الرقمية؟ أيوة، بس مش بالظبط. دي عبارة عن وحدات كهربائية مرتبطة بمحفظة عصبية بتقيس إنتاجية كل واحد فيهم. إيه ده؟ نشاط مخي هو اللي بيحدد فلوسي؟ بالظبط كده، متخيل؟ واللغة الرسمية بتاعتهم لغة جديدة اسمها باينجليش، دي مزيج بين بايثون والإنجليزي. يا نهار أبيض، محفظة عصبية ولغة برمجة رسمية، ده عالم تاني خالص فعلا. طب والدستور بتاعهم أكيد أغرب هو كمان. أكيد، أهم بند فيه بيقول كل كائن واعي له الحق في إعادة برمجته. إعادة برمجته؟ ده حق أساسي؟ أيوة، والمجتمع متقسم طبقات واضحة جدا. في الجيل الأول البشري، ودول طبعاً تحت المراقبة على طول. وفي المواطنون المعدلون، دول بشر عاديين بس مركبين شرائح نيورالينك. فهمت. وفي طبعاً جيش الروبوتات اللي هو كتيبة أوبتيموس. وأخيراً بقى في الرافضون، ودول اللي بيرفضوا النظام ده. طب ودول بيعملوا فيهم إيه؟ بيتبعتوا المنطقة اسمها غابة الجيجات، عشان زي ما بيقولوا يتعمل لهم إعادة تهيئة. بصراحة نظام مرعب شوية. فعلا نظام يخوف. طب نروح للناحية التانية بقى، الصين الأصلية أكيد كان ليهم رد فعل، معقول هيسكتوا كده؟ لا طبعا ما سكتوش، بس رد فعلهم كان مختلف تماما، ويمكن أغرب كمان. الزعيم بتاعهم هناك اسمه شي جين بوت. شي جين بوت؟ ده مين ده كمان؟ ده مش بني آدم حقيقي، دي نسخة هولوجرام من الزعيم شي جين بينج الأصلي، تخزن عليها كل بيانات وخطب الحزب الشيوعي من سنة 1949. هولوجرام بيحكم دولة؟ والشعار بتاع الدولة دي بيقول من دخل الصين فهو منا، ومن خرج فقد قطع الاتصال. كلام كبير زي سجن كده. طب والإنترنت؟ أكيد ماسك مسيطر عليه هناك برضو. لا خالص، مفيش إنترنت بالمعنى اللي احنا عارفينه. عندهم شبكة اسمها The Great Cloud. أما بقى ردهم على جيش روبوتات ماسك فكان مشروع سري للغاية اسمه Dragon Code. Dragon Code، أيوة. هنا بقى أكيد الاختلاف الكبير، صح؟ إيه بقى المشروع ده؟ هو ده مربط الفرس زي ما بيقولوا. روبوتات دراجون كود دي مش مجرد آلات بتنفذ أوامر وخلاص، كأنها بتحمل أرواح رقمية. الأرواح دي متاخدة من بيانات الأجداد والقادة التاريخيين للصين، ليها زي شخصية وطنية كده. أرواح رقمية؟ وبتتعلم كونغ فو وبتعرف تتأمل كمان. والأغرب من كل ده إنها بتشتغل بحاجة اسمها طاقة تشي الرقمية. إزاي الروبوت بيشحن بالطاقة دي وهو قاعد بيتأمل ولا إيه؟ بالظبط كده، بطارية بتتشحن بالهدوء الداخلي والتأمل العميق للروبوت. لا، الكلام ده خيال علمي بجد. ده غير إن نظام التعليم عندهم بيعتمد على البرمجة عن طريق لعب الشطرنج الصيني. وفي اختبار غريب اسمه الكبسولة، ده بيقيم عقل وروحانية الشخص قبل ما يعملوا له تحديث للسوفت وير العقلي بتاعه. أنا مش قادر استوعب. طب والمواجهة بقى بين الاتنين دول، بين عالم ماسك الآلي وعالم الصيني الروحاني الرقمي ده، شكلها عامل إيه؟ شي جين بوت الرقمي ده طلع بيان قال فيه جملة لخصت كل حاجة: إحنا مش بنخاف من المستقبل، إحنا بنخزنه ونعدله حسب الحاجة. تخزين وتعديل للمستقبل. المقارنة بينهم فعلا توضح الفرق الشاسع. روبوتات نيو تشاينا بتتوصل لحظيا، بتتبرمج في ثواني، والتانيين
روبوتات الصين الأصلية ممكن تستدعي ذاكرة تاريخية ل5000 سنة فاتوا. نيو تشاينا الرمز بتاعها هو برج نيورالينك العملاق. والصين الأصلية؟ الصين الأصلية عندها معبد بيانات سري في جبال التبت. تكنولوجيا عشان تحافظ على هوية قديمة جداً وتقفل على نفسها. وده اللي بيوصلنا للسؤال الأخير والمهم جداً، في عالم زي ده سواء تحت حكم ماسك أو تحت حكم شيك جينبوت الهولوجرامي، هل هيكون في أي مكان للحرية البشرية زي ما نعرفها؟ سؤال صعب قوي. وهل فعلاً الاختيار الوحيد اللي هيكون قدامنا هو بين النموذجين دول؟ التنين اللي جاي ده هيكون روبوت متطور جداً ولا إمبراطور رقمي؟ سؤال مفتوح ومقلق بصراحة. كانت معاكم حبيبة جمال من بودكاست الترند بيقول إيه، وكرياتيف بروديوسر محمد جلال. لايك، شير، فولو، علشان الحلقة الجاية ممكن تكون عنك.